يا مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده ان شاء الله هيكون فيديو سريع كده هتكلم معاكم فيه على سوق العمل الحالي والمفروض نعمل ايه في الوقت الحالي. طبعا انتوا شايفين كلكم الظروف اللي موجودة في البلد من ارتفاع سعر الدولار وعدم سيطرة على الاسعار. عموما في الوقت بتاع الانسرتينتي ده او اللي هو عدم وضوح الرؤيه، يفضل دايما ان انت لو انت موجود في وظيفه حاليا خليك فيها، ما تحاولش تغيرها في الوقت الحالي ابدا، لان الريسك عالي جدا. ولو انت في وظيفه حاول بقدر الامكان، واتكلمنا برضو في الجزئيه دي قبل كده، ان انت يكون عندك الدخل اللي يكفيك لمده 6 شهور قدام تعينه على جنب، لان ما فيش حد عارف الاوضاع بعد كده هتروح لفين يعني. ولو انت بقى بتدور على شغل، طبعا ربنا يعينك، ممكن تلاقي شويه الوظائف قلت شويه بسبب خروج بعض الشركات الكبيره من مصر. وخروج الشركات دي من مصر للاسف يعني طبعا هيخلق بطاله وهيعمل مشاكل يعني لبعض الناس، ده بخلاف طبعا المشاكل اللي بتحصل بسبب خروج الشركات دي. بس الموضوع ده يعني هيأثر شويه على سوق العمل برضو اللي موجود حاليا، في ان عدد الوظائف هتقل شويه. فيفضل لو انت في وظيفه حاول بقدر الامكان تخليك فيها، كمل بس زق الفتره دي لحد ما نشوف الدنيا هتروح فين. الحاجه التانيه المهمه بقى، الجهه التانيه بقى اللي هنتكلم فيها، وهي الاستثمارات، او انت ممكن تعمل ايه في الفتره دي بحيث يعني تعمل ميتيجيشن، او تقدر بيسموها تحوط ضد المخاطر اللي موجوده حاليا. لو انت في امكانك ان انت تشتغل بحاجه تجيب لك عمله اجنبيه خليك فيها، قدرت تحول فلوسك نفسها لاي عمله اجنبيه حافظه قيمتها خليك فيها، قدرت تحول فلوسك لذهب برضو خليك فيها، قدرت تستثمر فلوسك في البورصه كويس جدا سواء في مصر او خارج مصر. الحاجه الاخيره اللي ممكن كمان تعملها مجال التجاره. مجال التجاره جميل جدا، بس اهم شيء تكون المجال اللي انت تشتغل فيه يكون نسبه الارباح معاك من 50 ل 100%، يعني نسبة الربح الصافي بعد كل شيء تكون بتوصل ل 50 أو 100% ربح، عشان تقدر حاجة بيسموها تبقى above the market، أعلى من الانفليشن أو التضخم اللي موجود في السوق، وتفضل دايما يعني فلوسك ازدياد، ما تكونش بتقل معاك. دي بس كانت شوية نصايح سريعة كده، لأن أنا الحقيقة ما عملتلكوش فيديوهات بقالي كتير. ولو أي حد عنده أسئلة أو شيء ممكن تسيبوها لي في التعليقات وهرد عليها.